عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وفي افضل حال. فيديو النهارده هنتحدث فيه عن ماذا يحصل في كاس العالم للانديه 2025، لان في مطوشه غريبه واحنا بنتفرج كمشاهدين عايزين نفهم ايه الموضوع ولا ايه اللي بيحصل ولا ايه اللي بيجرى في البطوله ديت بالذات. فده اللي هنتكلم فيه في فيديو النهارده. قبل ما نبدا اي حاجه عايزك تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل زر الجرس لان ده حمسني جدا جدا جدا. ولا بينا نخش على الفيديو. طب هنتكلم طبعا عن الدور الاول والمباراه الافتتاحيه بتاعت الاهلي وانتر ميامي، اللي الاهلي كان عامل فيها الشوط الاول ماتش على انتر ميامي. بعد كده الشوط الثاني ما شفناش قدامنا، والماتش اصلا يخلص 0-0 وضربة جزاء تضيع من تريزيجيه. فالدنيا بايظه اصلا في المجموعه بتاعت الاهلي. وفي نفس الوقت بورتو لعبت بالميراس والماتش خلص 0-0، وبقت المجموعه كلها في الدور الاول 1-1-1-1، والاهلي كان اول مجموعه عشان الحروف الابجديه. ماشيه معانا يابا وما تتكلمش كتير. وبايرن ميونخ يكسب اوكلاند سيتي 10-0. مش عارف اوكلاند سيتي دي بيعملوا شويه موظفين جايين يلعبوا وراحوا كاس عالم انديه والزمالك قاعد بيتفرج عليهم. والمباراه بتاعت بوكا جونيور وبنفيكا، قبل المباراه كله كان قال ان بنفيكا هتكسب بوكا جونيور 3-4-1. الماتش خلص 2-2، وبوكا جونيور كانت عامله ماتش على بنفيكا من اجمل الماتشات اللي اتفرجت عليها. بوكا جونيور عامل على بنفيكا البرتغالي ماتش وخلص 2-2 في التعادل، وبنفيكا جايبه جون في الدقيقه 90. يعني انت خلاص كانت بوكا جونيور كانت هتكسبهم 2-1. فالبطوله دي فيها حاجات غريبه قوي، فيها حاجات غريبه قوي. وباريس بيكسب اتلتيكو مدريد 4-0. باريس تقيله بس مش لدرجه ان هي تكسب اتلتيكو مدريد 4-0. انت متخيل 4-0 والارض شمس وحاجه تخرب. وبروسيا دورتموند الالماني بيتعادل مع فلومينس البرازيلي 0-0، وفلومينس البرازيلي كان المفروض يكسب بروسيا دورتموند. فلومينس البرازيلي يكسب بروسيا دورتموند الالماني. فلومينس كان عامل ماتش على بروسيا دورتموند ابن حرام. لازم تتفرج على الماتش عشان تتكلم يا ابن الحلال. فلومينس البرازيلي كان عامل ماتش على بروسيا من اروع الماتشات اللي تتفرج عليها. ماتش 0-0 بس ماتش رايق قوي، استحواذ صلي على النبي في قلبك كده. اتكلم بقى على المباراة اللي سجل فيها اللاعب اللي كسر الرقم، اللي هو اكبر لاعب سجل هدف في كاس العالم للانديه. مباراة مونتيرا وانتر ميلان الايطالي. المباراة ديت كانت يا جماعة صدمة، يعني صدمة. انت كمشجع او بتتفرج على كورة، لا انتر ميلان مثلا هيكسب له بتاع 4-5 من مونتيري ده. يعني انت متخيل؟ هوبا مونتيري جاب جون الدقيقة 38 من ركنية سيرخي راموس لاعب ريال مدريد السابق. راموس لاعب ريال مدريد جاب جون، نط فوق العيال كلها اللي عندها 20 و23 و25 سنة، اللي عنده 40 سنة برضو زي كريستيانو. هوبا نط حط الكرة بدماغه الأول. في نفس الشوط الأول الإنتر الإيطالي يتعادل، وأصلا الماتش يخلص هو 1-1. عادي، كرة القدم بتتحدث ما فيهاش، يعني كان فيها مميزات ان كله خد بطولات. لا السنة دي بقى ايه؟ كاس العالم للأندية، لا دي فيها اقتراحات. اتكلم بقى على المجموعة بتاعت مانشستر سيتي واليوفي. مانشستر سيتي بيكسب الوداد ب2-0 وسجلهم الشوط الاول وما سجلش تاني. ماشي يعني عادي بس كسب مع ان احنا كنا متوقعين ان السيتي يكسب 5 و6، بس كسب 2-0 وده كويس عشان اخواتنا العرب. يجي اليوفي بيلعب العين اللي في رامي ربيعه اللي كان في الاهلي ومشي وباعنا، راحت لب 5-0. 4-0 الشوط الاول والجون الشوط الثاني صباح الفل 5-0. يعني العين المفروض العين يبقى حلو وكويس كده، لا يا باشا هوبا اترقع 5. ده الوداد مرقوع من مانشستر سيتي 2-0. صباح الفل والله. نيجي بقى للمجموعة اللي محيراني، مجموعة ريال مدريد والهلال وسالزبورغ وباتشوكا. ايه ده؟ ريال مدريد والهلال اللي ما اتفرجش على الماتش ده فاتوا نص عمره في الكورة. الهلال كان عامل ماتش شوط اول على ريال مدريد، انزاجي كان عامل الهلال. ايه ده برشلونة العرب عليا النعمة. انزاجي هيعمل من الهلال فريق، وافتكر الكلمة دي. كانوا عاملين على ريال مدريد شوط موت، والهجمه اللي ريال مدريد راحتها جابت بيها جول. الهجمه الوحيده اللي ريال راحت بيها جابت جون الشوط الاول. بعد كده ضربه جزاء اسينسو قام شد اللاعب كده، وهوبا ضربه جزاء للهلال اتعادل 1-1، والماتش برده خلص 1-1. وفالفيردي ضيع ضربه جزاء في الدقيقه 90.
بونو يا جماعه بتاع ضربات جزاء، فمش هنهر على بعض كتير. لكن الغريب ان سالزبورغ يبقى الاول على المجموعه على ريال مدريد والهلال وباتشوكا. كده صباح الفل، كده صباح الفل قوي قوي قوي. نيجي بقى على مباراه امبارح اللي كانت صدمه بجد لاي حد بيتفرج على كره قدم. بوتافوغو البرازيلي يكسب باريس بطل دوري ابطال اوروبا 1-0. 1-0 بوتافوغو يكسب باريس 1-0. فدي كانت صدمه، كانت صدمه. يعني احنا قلنا ان باريس هيطلع اول مجموعته. احب اقول لك حاجه، بوتافوغو الاول على مجموعته ب6 نقط، وباريس تحتيه ب3 نقط، واتليتيكو ب3 نقط. بوتافوغو الاول على المجموعه على باريس واتلتيكو. فصباح كرة القدم قوي قوي قوي.